السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واش راكم البنات؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير، صحة عيدكم، كل عام وانتم بألف ألف خير، ان شاء الله تكونوا عيدتوا بخير ان شاء الله. الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله راح نحكي لكم طريقة عمل الغولي نتاع الكتف نتاع الخروف بأسهل طريقة، وكيفاش نربطوه كذلك بأسهل وأبسط طريقة. هنايا راه جبت هذاك الكتف تاع الخروف بعد ما ديزوسيتو كامل، نحيت له العظم. شوفوا هنايا راني نفتح فيه، في نفس الوقت راني نحي في اللحم اللي يكون في بلاصه بزاف وفي بلاصه قليل، يعني نحطو في هذوك البلايص ما فيهمش اللحم. كيما راكم تشوفوا ها كنا نلقى دي تخوله ندير لهم هذوك اللحم اللي بزياده في بلايص هكذا. من بعد هنايا الحشو كاين اللي يحب يحشيه بالفيونداشي ولا، انايا لا ماني حندير والو، راح نديرو برك نتبلو بيان بلي زيبيس وكامل وخلاص. درت هنايا شويه نتاع لا موطارد، وراح نحط 4 سنات نتاع توم نرابيهم، كاين اللي يحب يقصهم كيما تحبوا، انا هكذا دي طريقتي، وكل واحد يدير الطريقه اللي تساعده. هنايا يعني انا حبيت نفيدكم في طريقتي انايا وطريقه الربط نتاعو. هنا درت لي زيبيس، درت الملح، فلفل الكحل وفلفل عكري، ودرت 2 مغارف هنايا نتاع زيت. لا موطارد ما درتش بزاف، درت شويه برك لانه انا ولادي ما يحبوهاش فريمون بزاف. من بعد راح نبقى هكا فوتي بيان بيدك يعني، وحاولي تدخلي بيان هذوك لي زيبيس والثوم في لي ترو اللي درتيهم، هذوك الفتحات اللي درتيهم بالموس. هنايا جبت خيط، انا جبت الخيط كحل بذمه باش يجيكم واضح وتفهموا مليح طريقه الربط. انا اون جينيرال ندير خيط عادي هكا ابيض وخلاص. بون هنايا راح اول حاجه نديرها، راح نربط ربطه عقده، نعقدها ونخلي جهه تكون شويه طويله، كم شفتوها كذا خليت الخيط هذاك شويه طويل، بالكوبه بصح نخلي الكوبه تاعي ما نقصش الخيط، ونبدا ندير في هذه الطريقه. هنا الطريقه راح تجيكم سهله، شوفوا تدوروا على يديكم وتفوتوا من تحت. انا يعني عاودتها لكم قداش من مره باش تفهموها مليح. من بعد جوست تبقاي تدوري في هذاك الخيط هنا باش تعدليه برك باش يجي في الوسط، هذا ما كان مي يعني الحاجه المهمه هي هذه التدويره على يدك هكا وتفوتيه من تحت هكا. راح نكملو كامل، شوفوا كي نوصل لتحت راح ندخل من تحت تحتو، ونعاود نرجع على هذاك الخط اللي في الوسط هكذا، ونعاود ندير الدوره. من بعد شوفوا البنات راح جوست نقيس هنايا، ندور هكذا من هيه ونرجع لهنا، نقيس شغل الطول برك وندير شويه زياده ونقطع باش نقطع الخيط. من بعد نجيب هذاك الخيط ونبقى ندخل تحت الخيوط اللي درتهم في الاول، على الجهه اللي من هيه، وعلى الخيط اللي في النص، وعلى الخيوط اللي منا على الجهه اللي منا هكذا. ندور عليهم كامل ونجبد الخيط، ونبقى نجبد فيه نسيري فيه باش يتشكل لي هذا الرغولي. هنايا كاين كل واحد كيفاش يربطو، مي هاد الربطه يعني تساعدك بسيطه يعني نورمالمون سهله، وتحكم لك الغولي تاعك مليح هكذا. كي نرجع لهنا راح ندخلو في هذاك الخيط اللي في النص، وهنا على واه قلت لكم الخيط هذاك خليوه شويه طويل اللي درناه في الاول خلاص، باش نربطو هنايا في الاخر، نربطو مليح نعقدو ويكون واجد معنا هنا. تكونجليوه وقت ما تحبوا تستعملوه راح يكون واجد معكم. ان شاء الله تكون استفدتكم بالطريقه هذه وتكون جاتكم سهله بسيطه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقاو في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، الى اللقاء.